العطاء في الممارسة. ما من أحد بمقدوره ألا يكون أنانيا باستثناء أولئك الغافلين عن الحياة. الأنانية وأتباع الأهواء الشخصية كل كلمة مدانة من الجميع، لأن الجميع لا يريدك أن تكون أنانيا، ولكن لماذا؟ لتساعد الآخرين. ما زلت أذكر قصة قرأتها في طفولتي. كان طفل يتسامر مع والدته فطلبت منه مساعدة الآخرين، فسألها الطفل: وما الذي سيفعله الآخرون إذن؟ وبعفوية أجابت الوالدة: سيساعدون الآخرين. تعجب الطفل وقال: ولماذا كل هذا التعقيد؟ فليساعد كل نفسه، أوليس هكذا أفضل؟ الأنانية أمر طبيعي في حياة الإنسان، مما يحول دون منح الآخرين ما عندك. إنما يحدث أن تصل إلى حالة الامتلاء بالفرح، وهكذا واجب عليك أن تشرك الآخرين في فرحك. الحقيقة أن التعساء يساعدون التعساء، والعميان يقودون الآخرين الذين هم أيضا لا يبصرون. أي مساعدة في هذه؟ إنه لأمر في غاية الخطورة نقوم به منذ قرون وقرون وقرون، وآخر آمالي طموح وذكريات ذكريات 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 في رأس مالي. ذكريات رأس مالي وطموح كل الوضوح، واسمحي لي بالرحيل. فليفهم الفاهمون وليتغافل الغافلون.